كعادته الاهلي لا جديد يذكر معاه ولا قديم يعاد. الاهلي يستمر في المركز السادس عالميا للشهر الثالث على التوالي، وكمان الزمالك بقى في المركز ال 67 وتخطاه نادي بيراميدز واصبح في المركز ال 53، والكلام ده كله طبقا لمنظمه التاريخ والاحصاء. يا ريت تنزل تدوس زرار السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وتدوس كمان لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. دلوقتي بيراميدز انا شايفه ان هو حل محل الزمالك في كل حاجه، اخذ النجوم بتاعته وكمان سيطر على المركز الثاني بتاعه، وكمان اتأهل لبطولة دوري ابطال افريقيا بدلا منه، ودلوقتي حل محل الزمالك برضه في منظمة التاريخ والاحصاء كمركز ثاني ورا الاهلي. فخليك دلوقتي زي ما انت، لان انت اصبحت مشجع درجة ثالثة لبيراميدز وما اصبحتش مشجع درجة ثالثة للزمالك. بالنسبة بقى لموضوع احمد فتوح، في جلسة جمعت ما بين مسؤول في الاهلي واحمد فتوح من كام يوم علشان اللاعب ينتقل للاهلي. على فكرة اللاعب له علاقات في مجلس ادارة النادي الاهلي. الراجل قعد واتكلم معاهم وقال لهم ان شرط من شروط انضمامي للنادي الاهلي ان يكون علي معلول مش متواجد في صفوف النادي الاهلي. ان اتكلمنا بالعقل برضه ان مفيش ظهير ايسر احسن من علي معلول لحد دلوقتي في الدوري المصري، وان كان احمد فتوح هو المستقبل بتاع الظهير الايسر في الكره المصريه او في النادي الاهلي. وانا شايف ان بصراحه لو اللاعب طلب المطلب ده فانا شايف ان هو طلب منطقي، لان هو مش هيجي برضه يقعد دكه اللاعب تاني. الراجل ده يا جماعه ظهير ايسر لمنتخب مصر، يعني برضه ما ينفعش ان هو يقعد دكه. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هو طلب بعض الطلبات الماديه اللي ممكن تخليه من ضمن الفئات العليا في النادي الاهلي. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي مقسم المرتبات بتاعت اللعيبه بتاعته لفئات، فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. فاللي بيجي على النادي الاهلي بيبقى عارف هو هياخد كام بالظبط. بس تركه صغيره كده هقولها لاخواتي وحبايبي، الاهلي قال للاعب لو انت عايز تيجي النادي الاهلي اوعى في يوم من الايام تستخدم الاهلي ورقه ضغط على نادي الزمالك علشان تجدد عقدك او علشان تاخد فلوس اكتر من نادي الزمالك. بالمناسبه في سكريبت اتوزع امبارح ان احمد فتوح جدد مع نادي الزمالك وخد 8 مليون جنيه كاش في شنطه. الكلام ده اتوزع امبارح على كل الصفحات الزملكاويه، والكلام ده عاري تماما عن الصحه. فتوح لحد دلوقتي ما جددش العقد بتاعه. الراجل طالب مطالب معينه من نادي الزمالك احنا اتكلمنا فيها قبل كده، واولها اعتذار مرتضى منصور على اللي قاله عن اللاعب قبل كده، وكمان ان هو يتساوى باللاعب احمد سيد زيزو كفئه اولى في نادي الزمالك، وان هو ياخد المستحقات المتاخره ليه عند النادي وهي حوالي 10 مليون جنيه. بالنسبه بقى لموضوع محمود عبد المنعم كهربا، والظاهر ان الموضوع مطول شويه معانا ممكن لحد سنه 2024 كمان. في معلومه كده انا كنت حابب ان انا اتاكد منها الاول عشان اطلع ان انا اقولها للناس. لو تفتكروا معايا من حلقتين ثلاثه ان انا قلت ان نادي افيش البرتغالي اندمج مع منظمه اسمها منظمه ساد، واصبح للنادي كيان من جديد علشان يقدر ان هو يسدد الغرامه بتاعه محمود عبد المنعم كهربا اللي هي نص الغرامه. وساعتها انا قلت لك انا بنقل لك الراي والراي الاخر، وساعتها كان الراي الاخر ان نادي افيش البرتغالي كان مأجر الملعب لاحد الانديه الاخرى الموجوده في البرتغال، وان مفيش اي اندماج حصل ولا اي حاجه، وان نادي افيش البرتغالي لسه زي ما هو ملهوش كيان في البرتغال بعد افلاسه. الكلام ده طلع هبد يا جماعه وطلع عاري تماما عن الصحه، وانا اتاكدت من الكلام ده النهارده. نادي افيش البرتغالي اصبح فعلا له كيان، واصبح دلوقتي موجود في الدرجه الثانيه في الدوري البرتغالي، وبيكون فريق جديد علشان يقدر ينافس فيه في البطولات بتاعه البرتغال. وبما انه اصبح له كيان قانوني فاصبح ان هو دلوقتي هيشيل نص الغرامه بتاعه كهربا، الا وهي 1,250,000 دولار. ودي تفسير لمقوله اللي معاه ربه ما يقدرش عليه عبده. محمود عبد المنعم كهربا لاعب مرزق بشكل مش طبيعي. بعد ما الغرامه كانت كلها موجوده عليه 2,5 مليون دولار، اصبح دلوقتي اللاعب هيتقاسم المبلغ مع نادي افيش البرتغالي اللي بيحاول يتهرب من المبلغ ويحاول يدفع مبلغ اقل منه شويه، يعني بيتكلموا مثلا في سكه 500,000 دولار او 750,000 دولار. لكن النصيحه دي مش علينا يا عم الحاج. بصراحه محامي كهربا المستشار اشرف عبد العزيز راجل 10 على 10، والكلام اللي بيقوله كله فعلا بيتحقق. والكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان كهربا هيسدد الغرامه بتاعته بعد 15/9 اي بعد قفل القيد، الكلام ده دلوقتي بعد المستجدات اللي حصلت دي مش هيحصل، والموضوع فعلا مطول معانا لحد 2024. واحد ليفا دلوقتي هيقول لي طب انت اتاكدت ازاي من تواجد قانوني لنادي افيش البرتغالي في الموضوع بتاع كهربا من جديد؟ هقول لك يا سيدي، هو ينفع دلوقتي نادي معين افلس واصبح ملوش كيان قدام القضاء، لكن بشكل ما في شركه ثانيه استحوذت على النادي ده فاصبح للنادي كيان من جديد حتى لو الاسم بتاعه اتغير. هل معنى كده ان المديونيات القديمه لصالح الناس القديمه دي هتتلغي؟ لا طبعا، المفروض ان هي تدفع. هبسطها لك بطريقه ابسط من كده شويه. يعني لو الزمالك الصبح احنا صحينا لقيناه غير الاسم بتاعه من الزمالك لنادي فاروق او نادي قصر النيل، هل ده معناه ان المديونيات القديمه اللي وصلت لمليار جنيه لحد دلوقتي هتتلغي من على النادي؟ لا طبعا، الكلام ده مش مظبوط. في معلومه كده اتقالت في احد الفضائيات عن فسخ لاعبي الزمالك العقد بتاعهم مع النادي بسبب تاخر المستحقات بتاعتهم. دلوقتي في عدد كبير من لعيبه نادي الزمالك اندمجوا مع بعض وهيعملوا بيان يطالبوا فيه اداره النادي بالمستحقات بتاعتهم، وده معناه ان هم هيمشوا في اجراءات الفسخ بعد كده. معلش برضه دي ناس فاتحه بيوت وعليها التزامات. هو ينفع انت تشتغل في شركه ويقول لك انا هقبضك حين ميسره وتفضل انت قاعد شغال في الشركه زي ما انت ومن غير ما تتقاضى اي اجر وهتفضل برضه مكمل فيها؟ اعتقد ده مش عقل بني ادم. يعني في غرامه جديده على نادي الزمالك ممكن توصل لايقاف للقيد بسبب مبلغ $1,000,000 المفروض ان هم مستحقين السداد
الجداد لصالح هشيمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك. الراجل بعد ما مشي من نادي الزمالك كان له شويه مبالغ كده موجوده عند النادي، شد الرحال وطلع على الفيفا وقال لهم يا جماعه الحقوني انا ليا مبالغ معينه عند النادي ده، وبناء عليه اصبح النادي مطالب ان هو يسدد المبالغ ديت لصالح المدير الفني السابق. فمتوقع خلال الفتره اللي جايه ان الزمالك يوصله جواب بايقاف القيد لفتره رابعه. حد تاني يا جماعه عنده اي مستحقات عند نادي الزمالك يروح يشتكي؟ نيجي بقى للاخبار الاهم في الحلقه بتاعتنا وهي اخبار انتقالات النادي الاهلي. هقول لك على موضوع المهاجم في الاخر، اصبر عليا بس. دلوقتي عمرو السوليه المفروض ان هو هيجدد مع النادي الاهلي، لكن مارسيل كولر قال لهم لا ما تجددوش مع اللاعب واصبروا لحد يناير اللي جاي. طب ليه يا عم؟ مارسيل كولر ده من كباتن الفرقه، الراجل بيتكلم ان هو عنده 34 سنه واصاباته كتير وبدنيا مش هينفع الخطه بتاعته. الاتجاه حاليا لخروج عمرو السوليه اعاره بدايه من يناير اللي جاي لاحد الانديه في السعوديه ويرجع على النادي الاهلي عشان يختم مسيرته. لكن البديل بتاع اللاعب اللي موجود دلوقتي هو مصطفى اشرف لاعب وسط مونشن جلادباخ، واللي صفقته معقربه شويه نظرا لان اللاعب اساسي مع النادي بتاعه، وكمان دخول نادي مصري تاني وهو بيراميدز وعايز يدفع $1 مليون كاش ويخلص اللاعب. مش ملاحظين حاجه يا جماعه ان احنا دلوقتي كل ما بنخش في صفقه معينه بنلاقي بيراميدز كمان داخل فيها حتى لو مش محتاج اللاعب؟ يعني اساسا بيراميدز عنده ترسانه اسلحه موجوده في نص الملعب، عايز كمان لاعب زياده عليهم. حتى دي الزمالك كان بيعملها ودلوقتي ما بقاش يعملها، يعني بيراميدز برضو اخد مكان الزمالك في الحته دي. في تمرد كده من اللاعب عمار حمدي اللي رافض ان هو يطلع اعاره لاربع خمس انديه موجودين في الدوري المصري مقدمين عرض للنادي الاهلي للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعاره. اللاعب رافض كل عروض الاعاره وعايز يطلع من الاهلي بيع نهائي. مارسيل كولر عايز اللاعب واداره الاهلي عارفه ان اللاعب عايز يطلع بيع نهائي علشان يخلص ويروح بيراميدز. دلوقتي في تصريحات من احد المذيعين اللي موجودين في السعوديه بيقول لك دلوقتي ان الديربي العربي الحقيقي دلوقتي هو الهلال والنصر، وان الديربي بتاع الدوري المصري اللي هو ما بين الاهلي والزمالك راح عليه الزمن وما بقاش مشهور الا في بلده بس. اتمنى مسؤولين من اتحاد الكوره ياخدوا بالهم من التصريح ده كويس ويدوروا ازاي الكوره المصريه اندثرت بالمنظر ده، وعدم حضور الجماهير والمدرجات الفاضيه بتحسسنا ان احنا بنلعب الماتشات بتاعتنا في المقابر. اتفرج على الاحتفاليه بتاع بدايه الدوري السعودي واتفرج على اللعيبه والانتدابات بتاعت الدوري السعودي، خلت الدوري بتاعهم فعلا في حته ثانيه، واحنا اللي كان بينضرب بينا المثل زمان في الكوره اصبحنا فعلا من التاريخ. لكن انا حابب اوجه رساله طبعا للراجل اللي اتكلم في القناه السعوديه ده، يا راجل يا طيب احنا لما الاهلي لاعب الهلال بتاعك ودوت في بطوله رسميه رزعوا 4، ولما الزمالك بحالته النفسيه اللي موجوده فيها دلوقتي وحاله اللاعبين وحاله النادي نفسه لاعب نادي النصر اتعادل معاه يا اخي في الدقيقه الاخيره بصعوبه. بس عموما يا جماعه لو احنا بصينا للكلام اللي قاله الراجل ده هنلاقي فعلا ان عنده حق. الدوري السعودي اتنقل نقله غير عاديه السنين اللي فاتت، ومنهم لله مسؤولين الكره المصريه اللي خلوا منظر الدوري بتاعنا بالشكل ده. اما بالنسبه بقى لموضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي فالموضوع اصبح مرتبط بثلاث لعيبه. اللعيب الاولاني هو احمد القندوسي اللي اتكلمنا قبل كده ان اللاعب المفروض ان هو يمشي من النادي الاهلي اعاره علشان يفضي مكان للاعب اجنبي، لكن في مصدر في النادي الاهلي قال لنا ان دلوقتي اللاعب موجود في اجازه، وده اللي معطل الدنيا شويه عن الكلام على انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره او الانتقال لاي نادي تاني برضه على سبيل الاعاره. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان اللاعب رافض برضه ان هو يمشي علشان يلعب في كاس العالم للانديه وهو مرتبط بالنادي الاهلي، وكمان عايز يلعب في المنتخب الجزائري الاول، وهو شايف ان هو لو خرج من النادي الاهلي فهو مش هيتشاف، وخايف برضه ان هو ينتقل لاي نادي تاني على سبيل الاعاره، بما ان النادي الاهلي مش بيرجع اي لاعب طلعه على سبيل الاعاره، ولكن في اليو باجي وميكيسوني عبره. انما اللاعب الثاني هو محمد شريف اللي وصل له عرضين من ناديين في السعوديه، ومارسيل كولر قال لهم ماشي ما عنديش مشاكل ان الراجل يمشي، لكن انا برضو عايز مهاجم الصيف ده، يعني لو ده هيمشي المهاجم يكون موجود برضو الصيف ده. النقاش دلوقتي على القيمه الماليه، الاهلي عايز $2 مليون وضارب في العالي كده عشان ينزل للمبلغ اللي الاهلي عايزه اللي هو $1.5 مليون. كولر مش ممانع، وكمان اللاعب نفسه مرحب جدا. واللاعب الثالث معانا بقى هو سوزا دلوقتي الراجل عايز يجي الاهلي، والوكيل بتاعه بيقول ان هو كمان عايزه يروح الاهلي، لكن المشكله كلها في النادي ان هو لسه ما وافقش، والمدرب بتاعه اللي لسه متمسك بيه رغم ان فاضل اقل من 6 شهور في العقد بتاع اللاعب مع النادي. وارد جدا ان النادي الكوري يسيب اللاعب في اخر 8، لان الموسم اللي هناك اعتقد كده قرب ينتهي، وعلشان بس هم يضمنوا مركز كويس في جدول الدوري بتاعهم. ولو انا يا الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم. لو عجبتك الحلقه دوس لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.